المتحدة. إذن من الواضح أن اتفاقات أبراهام قد فتحت عصرا جديدا، حقبة جديدة من السلام، ولكنني أعتقد أننا نقترب اليوم من تحول أكثر جذرية ومن سلم تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. هذا السلم سوف ينهي أو سوف يساهم بشكل كبير في إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي، وسيدفع الدول العربية أخرى إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وسوف يعزز من احتمالات السلام مع الفلسطينيين، وسوف يشجع مصالحة أوسع بين اليهودية والإسلام وبين القدس ومكة وبين أحفاد إسحاق وأحفاد إسماعيل. وكل هذه النعم لا تخفى على أحد. منذ أسبوعين شهدنا على نعمة أخرى في مؤتمر مجموعة ال20. الرئيس بايدن ورئيس الوزراء مودي وقيادات أوروبية وعربية أعلنت عن خطط لممر استشرافي سوف يمتد عبر شبه الجزيرة العربية وإسرائيل، يصل الهند بأوروبا من خلال روابط سكك حديد وبحرية وأنابيب طاقة وكابلات ألياف بصرية. وهذا الممر سوف يخفف كلفة نقل السلع والتواصل والطاقة إلى أكثر من 2 مليار شخص، وهذا تحول تاريخي بالنسبة إلى بلادي. فأرض إسرائيل تقع عند مفترق طريق بين أفريقيا، آسيا وأوروبا، وعلى مدى قرون تعرضت بلادي للاجتياح من قبل الإمبراطوريات التي كانت تعبر في حملاتها لنهب الموارد في مكان آخر. أما اليوم وإذ نقضي على جدران العدائية، يمكن لإسرائيل أن تصبح جسرا للتفاهم وللرفاه بين القارات. إن السلم بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سوف يخلق بالفعل شرق أوسط جديد. ولكي نفهم حجم التحول الذي نسعى إلى تحقيقه، أود أن أعرض عليكم خارطة للشرق الأوسط في العام 1948 سنة تأسيس إسرائيل. هذه هي إسرائيل في العام 48. كان بلدا صغيرا معزولا يحيط به العالم العربي المعادي. وفي السنوات الأخيرة حققنا السلام مع مصر والأردن، وبعد ذلك في 2020 وقعنا على اتفاقات أبراهام مع 4 دول عربية أخرى. انظروا إلى ما سيحصل الآن عندما نوقع على سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. خارطة الشرق الأوسط برمتها ستتغير. نكون قد قضينا على جدران العدائية وسنفتح إمكانية للرفاه والسلم في المنطقة برمتها. ولكننا سنحقق كذلك أمرا آخر. منذ بضع سنوات وقفت هنا وكان معي قلم أحمر لكي أبين لكم اللعنة الكبرى، لعنة إيران النووية. أما اليوم فقد أتيت بهذا القلم الأحمر نفسه لكي أبين لكم النعمة الكبرى، نعمة الشرق الأوسط الجديد والسلم الجديد بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وآخرين. ونحن بذلك لن نتخطى فقط الحواجز بيننا وبين جيراننا، بل سنبني ممرا جديدا من السلم والرفاه يربط بين آسيا من خلال الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الأردن، إسرائيل، وصولا إلى أوروبا. هذا هو التحول الهائل، هذا هو التحول الجذري، وهذا هو التحول الذي سيشهده التاريخ. ومع اتساع رقعة السلام أعتقد أن السبيل الحقيقي للتوصل إلى سلم حق مع الجيران الفلسطينيين يمكن أن يتحقق بالفعل.
منذ يومين ناقشت تصور السلام هذا مع الرئيس بايدن، ونحن نتشاطر التفاؤل نفسه حول ما يمكن أن يتحقق، وأنا أقدر بالفعل التزامه بأن يغتنم هذه الفرصة التاريخية. الولايات المتحدة الأمريكية حيوية في هذا الجهد، وتماما كما وقعنا على اتفاقات أبراهام بقيادة الرئيس ترامب يمكننا أن نحقق السلام مع المملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس بايدن. من خلال العمل معا مع محمد بن سلمان بإمكاننا مستقبلا أفضل لكل شعوبنا.